ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن بعض القوانين الكونية المذكورة في القرآن، ولو حابين اقول لكم بعض القوانين المذكورة في القرآن برضو بس بدون ايات قرآنية اكتبولي في الكومنتات، علشان سواء كان قوانين كونية او غير كونية بنعيشها في الواقع بتاعنا، الاتنين هيبقوا مذكورين في القرآن، بس معظم الناس ما بتستدلش بالايات. لو حابين ان احنا برضو نجيب القوانين بطريقة تانية مفيش اي مشكلة، بس عرفوني في الكومنتات وانا هقول لكم اللي انتوا عايزينه. بالنسبة للاستدلال النهاردة هنستدل بكذا آية بس علشان نشرح القوانين كاملة. في منكم ممكن يكون ما يسمعش بالآية دي قبل كده أو عدت على ذهنه بس ما استوعبهاش أو ما تدبرهاش. لحد ما التدبر مهم جدا في القرآن الكريم علشان تقدر تطلع الاستدلالات والوثائقيات اللي موجودة في محور الكون كله. النهاردة هنتكلم عن 6 آيات بس وهشرحها لكم إن شاء الله على قد ما أقدر عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. ندخل على أول آية. أول آية أو أول قانون: وجزاء سيئة سيئة بمثلها. سيئة ليها نفسها سيئة زي. في حاجة مهمة برضو في الجزاء هنا اللي هو الجزاء من جنس العمل، يعني الحاجة اللي اتريقت عليها مسيرك هتلاقيها. في نوع من انواع العيوب في الناس اللي قدامنا او في الاشخاص التانيين وما نستعذش بالله من العيوب دي. حتى لو انت هتقول لا العيب ده مش مقبول، العيب ده مش محتمل، العيب ده معرفش ايه، اهم حاجة انك تستعيذ بالله من العيب ده ومن انك تلاقيه في نفسك في يوم من الايام. ده مهم جدا. طيب الحاجة اللي بعدها بقى اللي انا عايزة اقولها ان السيئة اصلا ما بتبقاش غير في العباد. الذنوب هي اللي بتبقى ما بين العبد والرب، مفيش شخص تدخل فيها. ده ملخص الذنوب سريعا. طبعا هو في شرح مجمل عن كده بس يعني مش هندخل فيه عشان اكمل بقية الشرح. الآية رقم 2 والقانون رقم 2: والله يضاعف لمن يشاء. ساعات كده بنلاقي ان في اشخاص جات لهم نعم كتير فجأة من غير ما بيعملوا اي مجهود او ما بيبذلوش مجهود كافي بحيث ان هم ياخدوا كل الاضعاف ده. في القانون الكوني ده ربنا بيتكلم عن الجزاء الطيب مقابله جزاء انقى واحلى منه واكتر كمان. اللي بعده القانون ده من اقوى القوانين الكونية حرفيا، اسمه قانون المراسلات. انا برسل لربنا ايه؟ فما ظنكم برب العالمين. اي حد بيظن اي نوع من انواع الظن سواء كان في رب او في عبد هيلاقي الظن ده راجع له. لو انا مثلا بظن ان الشخصية الفلانية اللي في حياتي دي عندها نوع من انواع الغرور، نوع من انواع الكبرياء الزيادة شوية، فانا وانا هتعامل معاها اول حاجة هاخدها منها الغرور والكبرياء. نفس الكلام مع ربنا، اللي انا هظنه في ربنا صدقوني هلاقيه. طيب في حاجة بس عايزة اقولها عن قانون المراسلات، ان هو ليه علاقة شوية بقانون الجذب اللي هيتشرح ان شاء الله دلوقتي. بس خدوا بالكم ان الظن حاجة والجذب حاجة تانية. الاتنين ليهم نفس التكنيك بس ده مختلف شوية. القانون اللي بعده اسمه قانون الجذب، وفي ايات كتير جدا بس انا حبيت استدل بآية انا اصلا شخصيا بحبها. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض؟ سبحان الله، ربنا فعلا مسخر لنا كل حاجة. فاللي عاوز شغل يقوم يسعى علشان ياخد شغل وعلشان يرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لو احنا فعلا عاوزين نرزق بشيء معين او حتى نجذبه لينا، ننظر لخلق السماوات والارض ونشوف ربنا هيئ لنا الطريق ازاي وهيئ لنا كل الحاجات اللي حوالينا علشان ناخد الشغل ده. سيبكوا بقى من اللي بيقول ده مفيش شغل، ده المجال واقف، ده معرفش ايه. اللي هيسعى اكيد هيلاقي، ما تقلقوش. ده قانون الجذب وآية جذب من ربنا. القانون اللي بعده او الآية اللي بعدها بتقول: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. مين فينا حرفيا ما تحطش في موقف مؤذي نفسيا وجسديا وفي نفس الوقت فكريا وحرفيا بيستنفذ طاقته وتحمله؟
عشان كده في قانون تاني بيقول، وده اللي هندمجه مع القانون ده: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تاني: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. القانونين دول لهم علاقة ببعض شوية، عامل زي قانون الجذب والمراسلات، بس اللي عايزة أركز فيه هنا عن القانون ده بالذات إن في طاقة للإنسان. الإنسان لو الطاقة بتاعته استهلكت أو كملت للآخر، أو زي ما بتقولوا فاض بيه، يبتدي إن هو يدعو بالشر دعاءه بالخير. الآيتين دول ليهم علاقة ببعض جدا. خدوها قاعدة: لما تلاقوا فعلا جسدكم تحمل أكتر ما يمكن، نفسكم وروحكم فاضت وجابت آخرها، ما قدامكوش غير الدعاء. طيب، القانون ده اسمه قانون الثنائية القطبية، اللي هو لكل شيء له طرفان: طرف من الخير يبقى مواجه له طرف من الشر، الحق الباطل. بس انا بصراحة حابة اسميه قانون الاستبدال. انا عاوزة استبدل الشر ده بالخير. اي نوع او اي اسم تقدروا تختاروه تسموه لنفسكم، مفيش اي مشاكل، بس ده بالذات انا حابه اسميه الاستبدال، لاني انا كل شويه ممكن اقع في مشكله معينه، او انا شخصيا بلجأ لربنا في كل مشكله، فحابه ان انا استبدل اي مشكله انا فيها بواقع مريح ليا ولاعصابي. عشان الفيديو ما يطولش، لو حابين اكلم لكم عن بعض القوانين التانية او حابين تشاركوني بعض الاسئله، مفيش اي مشكله، هبقى مبسوطه جدا. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو عجبكم المحتوى، وفي نفس الوقت اكتبوا لي في الكومنتات، هبقى مبسوطه جدا ان انا برد على التعليقات والكومنتات بتاعتكم.